السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم ورسالتي لكل واحدة تايهة، مش حاسة، مش عارفة هي عايزة ايه، متشتتة. حتى ممكن لما تقولي لها انتي عايزة تبدأي ايه او عايزة توصلي لايه في حياتك، هي بتقولك انا مش عارفة، انا مش فارق معايا، ادينا عايشين اهو خلاص. فانا هتكلم معاكي على اي حاجة انت عايزة تحققيها حتى لو بسيطة. بجد لما بتكوني عايشة من غير ما تكوني انت عارفة عايزة ايه بتكون صعب شوية. فهنحاول ان انت تحددي هدف اي حاجة في حياتك، حتى لو انت في تحديد الهدف بتاعك ده مش هتحددي ان انت هتبدأي فيه دلوقتي، ولكن مجرد انك عندك حاجة حاسة ان انت عايزة تعمليها وان انت عايزة توصلي لها وان انتي في حاجة عايزة تطوري من نفسك فيها، فده بالنسبة لك بيكون حافز لانك تبدأي في اي حاجة انت نفسك فيها. انا عارفة ان دايما البداية في اي حاجة جديدة علينا بتكون صعبة. ودايما آه، ودايما البداية مش بتكون صعبة. البداية الصعبة مش دايما بتكون في الظروف، ساعات بتكون جواكي انتي من الخوف ومن الشك ومن التردد اللي انتي بتكوني فيه، او من التفكير الزايد، ان احنا دايما بندي للحاجة تفكير زايد جدا قبل ما نبدأ فيها. بس اللي انا عايزاكي تفهميه ان محدش بيبدأ وهو جاهز. دايما الخطوة الاولى هي اللي بتخلي الطريق يتفتح. كلنا في بداية اي حاجة بنبدأ واحنا مش فاهمين حاجة، واحنا مش عارفين احنا هنوصل لايه، او الطريق هيكون عامل ازاي. ولكن اهم حاجة بان انت تاخدي قرار ان انت تبدأي، سواء قرارك ده ان انت هتبدأي ان انت هتطوري من شكلك، من شكل جسمك، او هتبدأي تحفظي قرآن، او هتطوري علاقتك بنفسك، بزوجك، بأولادك، بصحابك في الشغل لو انت موظفة او بتشتغلي، او ان انت هتعملي مشروع وهتبدأي مشروع. البداية عموما في اي حاجة انت نفسك تبدأيها دايما كلنا بنكون خايفين من البداية. آه، البداية دايما بتكون صعبة، خصوصا لما بتبقي لوحدك ومفيش حد بيشجعك. عايزة اقولك ان لو عندك اي فكرة في دماغك او حتى في احلامك، اشتغلي عليها وما تستنيش ان اي حد يقولك لا او او يوقفك. لان كل اللي بدأوا في الاول كانوا كده، كانت ناس بتحبطهم وبتوقفهم. بس اللي وصلت واللي احنا منبهرين بالنتيجة لدلوقتي، اللي هي وصلت لها وكلنا بيبقى نفسنا نوصل للي هي وصلت ليه، هي بدأت من نفس النقطة دي، بدأت من الصفر، بدأت من ولا حاجة، بدأت وما كانش في حد معاها بيشجعها، بدأت من الحيرة والتردد. خلي بالك ان اللي بيبدأ من الصفر هو اكتر حد بيقدر كل خطوة، بيقدر كل حاجة هو بيوصل لها، بيحس بيها، بيحس بمعناها. كل واحدة هتقولي إيه، انا اصلا مش عارفة هبدأ ازاي ولا هبدأ منين. شو، كلنا بيبقى فيه حاجة معينة شغلانة. ممكن شكل بيتك بيكون هو اللي مضايقك، ممكن شكل جسمك، ممكن شكل لبسك، ممكن اسلوب وطريقة عيالك، ممكن علاقتك مع ربنا. كل واحدة فينا بتكون حاجات في حياتها مضايقاها ونفسها ان الحاجة دي تتغير. هي دي البداية اللي احنا بنتكلم عنها، هي البداية ان انت تغيري الحاجة اللي انت نفسك فيها. يعني انت نفسك في حاجة توصلي لها، بس الحاجة دي مش معاكي، فهي دي البداية انك تبدأي تشتغلي عليها. ونصيحتي ليكي علشان ما يكونش بنتكلم وبنقول كلام يحفزنا وخلاص، نصيحتي ليكي بجد ما تقارنيش نفسك في بدايتك بأي حاجة. لو عايزة تبدأي ان انت هتغيري من شخصيتك او هتغيري من نفسك او هتغيري من بيتك او من اولادك او هتبدأي مشروع، ما تقارنيش نفسك بأي حد ولا بحياة حد ولا بأي شخص ولا باللي هم وصلوا له. اللي وصل لحاجة ده
هو بدأ من الصفر زيك، بدأ تعبت واشتغلت على نفسها واشتغلت على مشروعها واشتغلت على حياتها لحد ما وصلت للنقطة اللي هي فيها دي، اللي انت نفسك منبهرة بيها. اكيد طبعا تعبت لحد ما وصلت للمرحلة دي. الحاجة الوحيدة اللي تاخديها من حد انت شايفاه كويس قدامك وانت نفسك توصلي له، ان هو يكون حافز ليكي انك تبدأي وتتعبي انت كمان علشان توصلي للمرحلة اللي انت نفسك فيها. كلنا بنشوف الصورة في الاخر واللقطة الاخيرة، مش بنكون شايفين الشخص ده او الانسان ده تعب في بدايته قد ايه. علشان كده انا بقولك، لو انت في الطريق حاسة ان الطريق واقف وان الطريق صعب وانك مش عارفة تبدأي ولا تستمري على حاجة، ده مش معناه انك فاشلة، ده دليل انك ان شاء الله بتحاولي وان ربنا بيجهزك لحاجة اكبر. ما تخافيش من البداية، خدي الخطوة حتى لو صغيرة، اكتبي، اتعلمي، جربي، اغلطي، المهم انك ما توقفيش. مفيش نجاح سهل وكل طريق ليه تمنه. الوقت الصح هو دلوقتي، ما تقعديش تستني الوقت الصح، خدي قرار انك هتبدأي. وان شاء الله في السلسلة دي هنتابع فيها مع بعض، إيه، وهنشجع بعض ان شاء الله ربنا يحقق لينا كل احلامنا. وهنبدأ فيها مع بعض انك ازاي تكوني انسانة جديدة في اي حاجة انت نفسك تعمليها، مش شرط حاجة معينة. ان شاء الله في يوم من الايام هتعرفي ان البداية الصعبة كانت اجمل حاجة حصلت لك، لانها خلتك تكتشفي نفسك. اللي هتبدأ اي حاجة حتى لو ما نجحتش عمرها ما هترجع نفس الشخص تاني. حتى لو ما نجحتيش في الحاجة دي، خليكي متأكدة انك هترجعي شخص تاني خالص. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، وتشاركي الفيديو لو حاسة ان هو ممكن يساعد اي حد او اي واحدة نفسها توصل لحاجة في حياتها او تعمل حاجة في حياتها. كانت معاكم فاطمة من لمسة فاطم، ودمتم بخير.